السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. النهارده بإذن الله هندمس الفول مع بعض على السريع. شايفين العظمة، شايفين الجمال، يلا بينا. أنا معايا كوباية وربع من الفول، وتقدري تستخدمي كوباية واحدة بس كفاية. غسلت الفول ونقعته 3 ساعات علشان حجمه يزيد يبقى بالشكل ده. شايفين الفرق بين الفولاية اللي اتنقعت والفولاية اللي لسه. وجهزت معلقتين كبار من الفول المفصص وفص توم كبير. ههرسه طبعا وهغسل كل الحاجات دي، ومعلقتين كبار من العدس وطماطمايه وجزرايه وليمونه سليمه، ومعايا الفوال. غسلت كل الحاجات دي وهرست التومه وبشرت الطماطمايه. هنزل بيهم بقى، هصفي الفول وانزل بيهم على الفول واقلب اقلب اقلب، وحطيت 2 لتر من الميه في الفواله الجليوم. نزلت بكل المكونات بتاعتنا مع بعض وسبتهم على النار لحد ما ياخدوا اول جلوه واول تقليبه على النار. بعد كده بكون انا مسخنه السخان بتاعي. هبدأ أنقل بقى الفوالة من على النار للسخان. شايفين الجمال؟ عايزة أوريكم القوام كده. ممكن تكوني انت خلاص تكتفي لحد هنا بتدميسي الفول وكده عملتي فول عظمة. طيب لا، أنا عايزة أعمل الفول شبه الفول بتاع العربيات، يبقى هنعمل التركة دي عشان قوامه يتقل شوية ويلف معانا. جبت معلقة من الكركم ومعلقة من النشا ومعلقة من الصلصة وشوية مية وقلبتهم كويس جدا. وهانزل بالحاجات دي امتى؟ لما يكون الفول خلاص استوى ولسه لي دقيقتين 3 واطفي عليه. في الحالة دي هابدأ بقى انزل بالعظمة اللي انا عملتها الخطوة الأخيرة دي، واقلب اقلب اقلب، لأن النشا هتلف لي كل الحاجات دي مع بعضها والقوام هيتقل. والليمونة كده خلاص عملت معايا اللي انا عايزاه، اللي هي تحافظ لي على اللون الفاتح للفول. بشيل الليمونة بقى، وده الشكل النهائي للفول بتاعنا.